حتة الحلاوة دي، حتة الكريزة دي، حتة البغاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ ست بسيطة وبنوتاتها، يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي ويزيدوا النبي صلاة. يا رب يومكم يكون هادي ونادي عليكم مساء وصباح. النهارده جايه اقول لكم سر من اسرار البنوته لما بتبقى عندها فرصه موجوده عندها في الفطير وبيبقى متوفر عندها هو والبليله، فرصه خطيره وما تتعوضش. البنوته بتستغلها. يا ترى ايه هي الوصفه؟ يا ترى ايه هي سر البنوته؟ حط الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك وصلي على الزين وتعالي نشوف ايه هو السر ده. زي ما قلتلكوا، لما عندي في بيت البنوتة بيتجمع فطير وبيتجمع بليلة، انا بعمل وصفة خطيرة ما بتاخدش مني وقت ولا مجهود ولا تعب، حاجة كده في السريع منه. وصفة لذيذة سهلة، تنفع فطار، تنفع جوه اخر الليل، عشاء، حاجة كده في منتهى الخيال والروعة. يا ترى هعمل بيها ايه؟ تعالوا نشوف بينا الخطوات. البداية كده على جنب، هبدأ كده اجيب الفطراية وشوكة وابدأ انغزها كده او اعمل فيها فتحات زي ما انتم ما شايفين. زي ما انتم ما شايفين كده هتنغزيها بقى، تعمل فتحات بالسكينة او تنغيز بالشوكة اللي انت عايزاه. وابدأ اجيب طبق البليلة الحلو بتاعنا ده، طبعا احنا مجهزينه، وهبدأ ان انا اخدها وابدأ اوزعها على الفطير. هعمل 3 فطيرات. انتوا شايفين غرقتها بليلة. طب عملت ليه يا بنوتة فتحات فيها؟ علشان اخلي الفطيرة بتاعتي طرية من جوه، وفي نفس الوقت اخليها من جوه تاخد البليلة ومن جوه كمان متطعمة بالبليلة. دلوقتي هحطها على الشوايه. بصوا حاجه كده ثواني، 5 ثواني كده بس تاخد وش وتتشمع وهخرجها. طلعت اجمل واحلى حاجه حلوه من الفطير. هبدا اسقساها كده بشويه لبن علشان ازود الطراوه. حطينا لبن زي ما انتم شايفين كده عشان اخليها طريه من بره ومن جوه. شويه مكسرات، اي مكسرات عندك ابداي اعمليها على الوش. اجمل واحلى فطير اتعمل بطريقه البنوته، سهل بسيط سريع، ما خدش مننا وقت. يلا لو عندك طبق بليله وعندك فطير، خش وشوفي ازاي تتعمل الوصفه، تابعيها للنهايه ومش هتندمي. ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، وتقولي ايه رايك فيها في التعليقات. استنى تعليقاتكم وتقولي لقرايبكم وحبايبكم عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها انهم بيعملوا ألذ واجمل الوصفات واسرعها وكمان على قد الايد. فتكم بألف عافيه وصحه وهنا وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.